صباح الخير او مساء الخير زي ما بتسمعني. انا عبد الله، طالب بالفرقه الرابعه كليه صيدله، بقدم محتوى تعليمي يهم طلبه المجال الطبي وتحديدا صيدله. وفي الفيديو ده جاي اكلمكم عن التدريب في الصيدليه. ازاي الاقي صيدليه تدربني؟ ازاي احدد انزل انهي صيدليه من حيث الريت؟ يعني صيدليه شغاله ولا صيدليه هاديه ونايمه، ولا انزل فين بالظبط؟ امتى اساسا انزل صيدليه؟ يعني في سنه كام مثلا ممكن انزل صيدليه؟ النقطه المهمه ايه النظام اللي المفروض امشي عليه وانا في الصيدليه عشان اطلع باكبر قدر استفاده في الوقت القليل اللي اغلبنا بيقضيه في التدريب. ماشي، طيب مبدئيا كده انا مقدر التوهان اللي بيحصل لك مجرد ما تقول انا عاوز اتدرب او عاوز انزل تدريب. بتبدا تفتح فيديوز على اليوتيوب وتبدا تسمع ناس كتير بتقول لك بقى اراء ازاي تتدرب في الصيدليه، تنزل انهي صيدليه. فتلاقي مثلا حد بيقول لك بص انت تنزل الصيدليه مثلا تمسكها حروف. لا، وناس ثانيه تقول لك لا انت هتمسكها فارماكولوجي كده يعني بالامراض. ناس ثانيه تقول لك لا انت تنزل صيدليه شغاله. ناس ثانيه تقول لك لا انت انزل صيدليه هاديه. الناس تقول لك لو في صيدليه مثلا بعيده عنك انزل عادي، لو في صيدليه لا. انا كل الكلام ده بقى، كل التوهان ده انا عاوز احله لك النهارده. يعني هو دي تجربتي، انا جاي انقلها لك. انا جاي اديك خطوات، مش جاي اديك كلام وخلاص. لا، انا جاي اديك خطوات مترتبه ومتجربه وفي نفس الوقت سهله التنفيذ، مش صعبه خالص. طبعا انا حاطط الموبايل هنا عشان اغش، علشان انا لسه موضوع الحفظ ده بصراحه ضعيف فيه. الحته اللي حطها في الفيديو مش هوصلها عادي وانا بضحك. طيب خلينا نبدا واحده واحده. اول سؤال، ازاي الاقي صيدليه تدربني؟ خليني اقول لك ان انت عندك تو اوبشنز. اول اوبشن ان انت هتنزل بنفسك، هتشوف الصيدليات اللي حواليك وتبدا تدخل الصيدليه تقدم نفسك. انا كذا كذا كذا، طالب بالفرقه الكذا، وكنت بسال لو عندكم فرصه مثلا ان انا اتدرب معاكم في الصيدليه. فيا اما الدكتور هيقول لك الموضوع متاح او لا. في طريقه ثانيه برضو ودي ناجحه عموما سواء في التدريب او لو انت بتدور على شغل في صيدليات. انت هتفتح جوجل ماب وتبدا تحدد مثلا المكان اللي انت فيه او المكان اللي انت عاوز تتدرب فيه. افترض مثلا الحي الرابع مثلا في مكان معين، تبدا تحدده على جوجل ماب الحي الرابع في مكان معين، صيدليه بالحي الرابع في مكان معين. يبدا يجيب لك كل الصيدليات الموجوده في الحي الرابع. الناس دي طبعا حاطه رقمها، حاطه صور للصيدليه وحاطه المكان كل ده. فانت تبدا تكلمهم بالتليفون، انا كذا 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 وانا محتاج اتدرب عندكم في الصيدليه، او انا محتاج اشتغل عندكم في الصيدليه. دي كلها طرق يعني هتسهل عليك ان انت تلاقي فرصه تدريب. طيب ازاي احدد الصيدليه اللي انا انزل فيها من حيث الريت؟ صيدليه تكون شغاله ولا متوسطه ولا هاديه؟ وفي نفس الوقت من حيث المكان. خلينا نتكلم الاول من حيث المكان. انا بحبذ جدا ان انت تختار صيدليه تكون اقرب لبيتك، لان ده مبدئيا هيكون تكلفه عليك اقل مواصلات، وفي نفس الوقت في ناس بتتضايق اصلا من انها تكون بتركب مواصلات كتير، وده هيشجعك انك تنزل الصيدليه وقت اكتر لو هي قريبه من البيت. وبالنسبه للريت بتاع الصيدليه، بفضل ان انت تنزل صيدليه من متوسطه لعاليه في الشغل، يعني مش هاديه. بلاش صيدليه هاديه، لان الصيدليه الهاديه مهما حاولت تتعلم نفسك انت هتزهق. هيجي فتره هتزهق، يوم يومين هتزهق، وهتلاقي نفسك قاعد ما بتعملش اي حاجه ومش بتستفيد. طيب بلاش برضه صيدليه زحمه وشغاله قوي وانت مش لاقي مكان تقف اصلا، انت كده مش هتتعلم. مفيش مبدئيا مكان ليك في الصيدليه، ومفيش دقيقه الصيدليه فيها هاديه. كل الناس مشغوله، كل الناس في ضغطه شغل، فمفيش حد فضيلك تساله او حتى يكون او حتى انت ليك وقت اللي هو تعرف تاخد راحتك كده في الصيدليه. لا، فخلينا في الصيدليه تكون متوسطه. طيب سؤال، امتى ابدا انزل صيدليه؟ انا شايف ان انت ممكن تبدا تنزل في اي وقت. يعني في ناس بتقول لك لا انزل بعد ثالثه، في ناس بتقول لك انزل بعد اولى عادي، في ناس لا. انا شايف ان انت ممكن تنزل في اي وقت صيدليه عادي، ولكن ما تستناش مثلا ان انت هتنزل بعد اولى ان انت هتكون بنفس القدر بتاع الفهم الحد اللي نازل بعد سنه ثالثه ورابعه. لا، هو عنده علم، خد علم وخد ادويه وخد مواد فعاله وامراض هتوقفه على رجله عندك في الصيدليه، ده اكيد. لكن انت نازل، انت لسه في سنه اولى وثانيه، ما خدتش لسه، ما تعرضتش لادويه كتير ولا لامراض كتير، ولسه اصلا انت بتاخد اساسيات. خليني اقول لك ان انت تقدر تنزل في اي وقت، ولكن ما تبقاش اللي هو ايه ده اول ما انزل وانا في سنه اولى، هو انا ليه مش عارف اقرا اسماء الادويه؟ هو انا ليه مش ايه المواد الفعاله دي؟ مش عارف اقرا اسم الماده الفعاله؟ طب انا كده مش عارف الامراض، طب هو بيعالج إيه؟ انت اكيد هتلاقي حاجات كتير انت مش عارفها، اكتر بكتير من الحد النازل وهو كبير. ده قولا واحدا. بالنسبه للنظام اللي هتمشي عليه في الصيدليه، كراسه او نوت كبيره هتقسمها نصين، نص بتكتب فيه الادويه اللي انت بتبيعها بالمواد الفعاله بالحاله اللي انت طلعتها فيها، ونص تاني بتكتب فيه، بتعمل فيه تاسك كده يوميا، ان هو مثلا النهارده وبكره مثلا، او النهارده بس انا معايا ادويه السكر، بكره انا معايا ادويه الضغط، بعده مثلا انا معايا مسكنات، بعده انا معايا الانتي بايوتكس، وهكذا. تمام. النص اللي انت هتكتب فيه الحاجه اللي انت بتطلعها بس او بتبيعها في اليوم. طلعت مثلا دوليبران، في باراستامول طلعته كمسكن، ده كله كده هكتبه في سطر. تمام.
ايا كان، انا مثلا انا بعت 20 دواء، خلاص انا الصفحه بقى فيها 20 دواء، انا عاوزك بكره تبص على الصفحه دي وتشوف الادويه تاني وتشوف الماده الفعاله وتشوف انت طلعتها في ايه، وتجيب الدواء كده وتبص عليه بعينك. نص الكراسه او نص النوت التاني ده اللي احنا بندي نفسنا فيه تاسك يوميه وبنشتغلها. انا مثلا مثال على كده، انا عندي ادويه الحموضه مثلا او الارتجاع او القرحه اللي هي مثلا البروتون بامب انهبيتور، انا مش عارف ان ادويه الحموضه هي البروتون بامب انهبيتور او البي بي اي دي، تمام؟ فانا بسال الاي اي، انا طالب صغير مش عارف ايه هو البروتون بامب انهبيتور اصلا، او مش عارف ايه ادويه الحموضه، فانا بسال الاي اي، هو الاي اي هيقول لي والله الكلاس بتاع الادويه دي اسمه بروتون بامب انهبيتور، تمام؟ وطبعا هو هيقول لك بيشتغل ازاي. طبعا انت حبيت تبص بيشتغل ازاي بص، لكن مش لازم تبص وتفهمه، هو هيشرح لك في الكليه، تمام؟ لكن خلينا نقول مثلا انا كتبت عنوان الصفحه بروتون بامب انهبيتور وكتبت جنبها ان دي ادويه الحموضه وادويه الارتجاع وادويه قرحه المعده والى ايه والى اخره. يا اي اي اديني المواد الفعاله اللي بتشتغل كبروتون بامب انهبيتورز، فهيديك مثلا مثال مثلا عليها اوميبرازول، بانتوبرازول، اسموبرازول الى اخره. يا اي اي اديني مثال لادويه موجوده في الصيدليه فيها المواد ديت، وابدا اعمل ايه بقى؟ اللي هو انا هكتب مثلا هنا اوميبرازول، تمام؟ وانزل منه الادويه، انزل تحته الادويه اللي الاي اي قال لي ان هي فيها الاوميبرازول، مثلا على مثال على كده مثلا اوميز، تمام؟ خلاص انا شفت الاوميز كتبته مثلا تحتها، يبقى انا كده عرفت الماده الفعاله، عرفت الدواء اللي فيه الماده الفعاله دي. وطبعا لما اجي هبص مثلا هلاقي لا ده في تركيزات، يعني لما اجي اشوف بقى في الصيدليه مش هلاقي اوميز واحد، انا هلاقي اوميز 40، هلاقي اوميز 20. طيب انا عرفت مثلا اكتبهم تحت في تركيزات. طيب انا يهمني ايه برضو اعرفه عن المجموعه دي مثلا لما اذاكرها، يهمني اعرف انا باخدها ازاي، تمام؟ بتتاخد مثلا قرص على الريق مثلا قبل الفطار بنص ساعه، دي معلومه كمان انت استفدتها. الطريقه دي مش تاخد منك وقت كتير في اليوم، ولكن هتنجز لك كم ادويه كويس، وفي نفس الوقت هتحس ان انت عملت انجاز في اليوم جنب اللي انت بتبيعه. لا انت هتطلع مجمع قدر معلومات، انت مثلا لو فضلت ماشي كده شهر او شهرين، لا انت هتبقى كويس جدا، هتبقى لميت اغلب الادويه اللي موجوده في الصيدليه. طيب اكيد انا واقف معايا دكتور، يعني ما تنزلش صيدليه مش واقف فيها دكتور، انت كده مش هتتعلم، انت كده بتضحك على نفسك، تمام؟ مثلا جه في دماغي سؤال هساله للدكتور، تمام؟ في حاجه مثلا لا احترت فيها مش فاهمها وانا بعمل التاسك بتاعي ده، لا هسال الدكتور هيقول لي، تمام؟ طيب في حركه برضو جميله كنت بعملها في الاول، كان مثلا عامل شات كده بيني وبين نفسي في الواتس، تمام؟ بيدخل لي مثلا في اليوم 10 حالات او تي سي، حد مثلا بيقول انا حاسس ان انا والله يا دكتور عندي كحه ناشفه، والله جسمي مكسر، والله اصل انا عندي رشح. بكتب بالظبط هو بيقول ايه بالطريقه العاميه اللي المريض ده قالها، تمام؟ بسمع الدكتور بيساله ايه، يعني هو المريض مش دايما بيدخل يقول لك انا حاسس بكذا وكذا وكذا، لا محتاج انت تطلع منه المعلومات دي، يعني محتاج انت تساله اسئله صح عشان تطلع منه المعلومات دي، لازم تركز مع الدكتور هو بيساله بيقول له ايه، تمام. طيب بشوف الدكتور هيطلع له ايه، يعني مثلا الدكتور هيديله مثلا حاجه للتكسير ده، حاجه للرشح، حاجه مسكنه، حاجه للاعراض اللي هو حاسس، كل ده بكتبه. يبقى انا كتبت كيس او تو سي كده دخلت لي الصيدليه بازاي الدكتور اتعامل معاها وبعتها لنفسي على الواتس، وهكذا. الشات ده مخصص بس للكيسز الاو تو سي اللي بتدخل لك خلال اليوم. طيب كل يوم عاوزك برضه تبص عليها، هتاخد منك ايه يعني؟ ما اعتقدش هتعدي دقيقتين ثلاثه، خمس دقائق عادي مش مشكله، بس ده هيخليك او حاله دخل التاني بتقول نفس الكلام، انت عارف تسالها ازاي، عارف تطلع لها ايه. وطبعا في البدايه وانت بتتدرب برضه ما تعملش حاجه من دماغك، دايما قول للدكتور يا دكتور في كذا 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 كذا، لكن جرب انك تساله بنفسك، يعني قول له انت حاسس بكذا حاسس بكذا، خد منه داتا، ان انت تبدا تتعامل مع مريض تاخد منه داتا، دي سوفت سكيلز. بالنسبه للروشتات، الناس اللي هي بتنزل يا جماعه اول يوم بتيجي تقول انا ترجع البيت انا مش عارف اقرا روشتات خالص، تاني يوم انا برضو مش عارف اقرا روشتات خالص. هو مش المفروض ان انت تنزل اول يوم وتاني يوم واول شهر اصلا تكون عارف تقرا كل الروشتات، ده مش طبيعي خالص، لان انت هل انت عارف كل الادويه اللي موجوده في الصيدليه؟ لا. طيب لما تبقى عارف اغلب او نسبه كبيره من الادويه الموجوده في الصيدليه، انت هتكون قادر تقرا اغلب الروشتات. وطبعا في ابلكيشنز بتساعدك زي مثلا دراج اي، ده اساسي لازم يكون على تليفونك، لازم يكون على الكمبيوتر بتاع الصيدليه، هيساعدك ان انت مثلا في دواء مش واضح هتبدا ان انت تدخل الحروف الواضحه فيه وتبدا ايه تشوف الدواء ايه، تشوف ايه المشكله اللي جايه دي مثلا هو كاشف ايه، وهكذا لحد ما تجمع الدواء. فالصيدليه في سن صغير في اولى وفي ثانيه بتخليك تتعامل مع الناس، لو عندك رهبه بتكسرها، بتديك سوفت سكيلز اكتر، بتخليك تحتك بالدواء، وبتخليك تشوف الكارير بتاع الصيدليه ده عامل ازاي، لازم تجربه برضو علشان انت مثلا انا عاوز اكمل في صيدليه او لا، فلازم عموما تعدي على كارير الصيدليه. وبس كده، اتمنى تكونوا طلعتوا باكبر استفاده من الفيديو ده، ولو الفيديو عجبك انزل اعمل سبسكرايب
ولايك، ودوس على زرار الجرس اللي تحت ده عشان يجيلك كل جديد. وبس، سلامات.